طبعا شوفوا الشيعة كيف كانوا يلطموا بأيام بشار الأسد. الشيعة كيف كانوا محتلين لسوريا. نتابع. بعدين سقطوا، هرب بشار الأسد واستلم رئيس جمهورية أحمد الشرع. طبعا هي المناظر اللي شفتوها تبعات الشيعة، هي لا بكربلاء بالعراق يعني، ولا بلبنان، ولا بإيران، هي بسوريا قبل سقوط أو هروب الفاجر بشار الأسد، ما قبل رئيس جمهورية أحمد الشرع. طبعا بعد رئيس الجمهورية، بعد ما إجا تم تحرير سوريا طبعا، وأتى أحمد الشرع، ونحن طبعا نحن الحكومة أتينا وطهرنا بلاد الشام من أرجاس ورجس هؤلاء المجوس اللعنة. طبعا لعنة الله عليهم وعلى من يؤيدهم وعلى أمثالهم، هؤلاء الشيعة المجوس الفرس التابعين لإيران. كانت دمشق عاصمة الأمويين، كانت طبعا بقذارتهم، كانت للأسف الشديد كانت بلد محتلة من إيران ومن حزب الشيطان اللبناني أو العراقي والميليشيات الفاطميون والزينبيون، ويعيشون بالأرض فسادا من مخدرات وزواج متعة وتعريس وانتهاكات وخلاء وخلوة ما بين النساء والرجال طبعا. فبالتالي أتت الحكومة وأتى رئيس الجمهورية والشعب السوري الحر بأجمعه بكافة شرائحه. رفضنا الاحتلال ورفضنا المشروع الصفوي الفارسي المجوسي. طبعا نحن بنشكر رب العالمين، بنقول الحمد لله بأنه تم تطهير سوريا من رجس هؤلاء اللعنة الشبيحة الخونة، هؤلاء من يدعون بأن علي هو الله وبأن هو السيف الحق الأوحد كما يدعون وكما يقولون. نحن لا نتهم أحد أبدا على الإطلاق. نحن كشعب سوري نحترم جميع الديانات، جميع الثقافات، جميع المعتقدات. كل شخص حر بما يعبد أو يعبد، أو كل شخص له دينه، ولكم دينكم ولنا دين بالآية الكريمة. فالموضوع أما كل من يتطاول أو يتهجم ويريد احتلال سوريا من أهلها، باء مشروعكم بالفشل، وأنتم أساسا من الأساس فاشلين، لأن كل من يتخذ عنوة أو احتلالا أو اغتصابا فلا بد من يوم من الأيام أن يرجع الحق إلى أصحابه وإلى أهله. أنتم اغتصبتم الأرض واغتصبتم أعراضكم وانتهكتم الحرمات ودمرتم المساجد، وحتى قمتم بتفجير المعابد، حتى الجوامع، حتى الكنائس، يعني لا حجر ولا بشر ولا الشجر ولا حتى الماء خليت من شركم أيها المجوس الفارسيين اللاعنين الأنجاس. طبعا أنتم وبحق الله أنتم أنجس مخلوقات خلقت، كما يقولون بأنكم أنجس مخلوقات خلقت على مر التاريخ وعلى مر العصور. فنحمد الله بأن سوريا عادت لبني أمية وعادت لأصحاب أهل الحق. وسوريا طبعا أنا لا أزاود على أحد بأن سوريا إلى كافة المجتمع السوري بكافة أطيافه باحترام، والشعب السوري الحر الشريف. طبعا هذا الكلام موجه لكافة الشعب السوري بدون طائفية، بدون أقليات، وبدون محاربة، وبدون أي انفعالات، وبدون أي هجوم على أي شخص كان. طبعا نحن بنستقصي هون الشبيحة والقتلة والمجرمين وتجار المخدرات وكل من انتهك الأعراض أو البلاد أو قام بالتهجير.
هذا له شق آخر، طبعا نتهمه بالخيانة وبالطائفية وبالقتل وبالتدمير والتفجير وبجميع شتى الوسائل نتهمه. أما لما أقول للطائفية بأنه شعب سوري كافل للأحرار الشرفاء، نعم أصدقائي، سوريا للأحرار الشرفاء. سوريا لا تستضيف هكذا شخصيات رذيلة لا أخلاق ولا وجدان لهم. تابعونا أصدقائي.